ازيكم عاملين ايه؟ حبيت اشارك معاكم مقتطفات من الروتين، يعني روتين مسائي. كل يوم بيختلف على حسب يومنا، يعني خطة يومنا ماشية ازاي، ولكن طبعا بيكون في ملامح لليوم يعني بشكل عام. فأتمنى ان انتوا تستمتعوا بالفيديو وأتمنى لكم المبهج. إن السعادة تكمن في التفاصيل البسيطة، فيمكننا أن نصنع السعادة بأنفسنا، ولكن ليس هناك من هو سعيد دائما، فالكل يمر أحيانا بأوقات صعبة لا يعلمها إلا الله. دايما لما بنتمشى بالليل بتمشى أنا وكارل وأشلي، بس المرة دي كانت أول مرة تضلم عليا وأنا لوحدي. رحنا السوبر ماركت عشان نشتري شوية حاجات محتاجينها. دايما بناخد الشنطة بتاعتنا معانا بحيث ان احنا نقلل من استخدام البلاستيك فنحافظ على البيئة اكتر. لقيت لحمة حلال في محل امريكي، هو ده لحم ضاني، انا مش باكل الضاني بصراحة، بس ده كان خفيف جدا. دايما بقسم الغسيل، النهاردة يكون غسيل الفوق. بالنسبة لغسيل الفوط لازم دايما بستخدم برنامج التعقيم لانه مهم جدا، لكن بالنسبة لللبس العادي مش بقدر استخدم التعقيم لانه ممكن يضر الانسجة. العشاء بالنسبة لنا هو الوجبة الرئيسية في اليوم، علشان كده على قد ما اقدر بحاول ان انا اعمل عشاء طازة كل يوم. خلطة التوابل دي انا اللي بعملها في البيت، لو حابين ان انا اشاركها معاكم في فيديو قصير اكتبولي في التعليقات. كل مشترياتنا من امازون، فكنت متحمسة جدا يا ترى الاوردر ده ليا ولا الكار. تلا حاجة كارل اللي طالبها دي أشواجندا. الأشواجندا مفيدة جدا عشان الاسترس وليها فوائد كتير، اعملوا عليها بحث على اليوتيوب هتلاقوا دكاترة كتير بيتكلموا عليها. لو حد زيي بيحب يغير لون شعره دايما عشان ياخد طاقة إيجابية جديدة، الألوان دي بتكون غير مضرة، لكن لازم الشعر يكون مصبوغ قبلها بالفعل، يعني ده مجرد تجديد. خلطت اللونين مع بعض بحيث ان هما يطلعوا لون جديد. خلي بالكم بتبهدل الدنيا جدا، فلازم تلبسوا لبس قديم. اللحمة ما شاء الله طلعت جميلة جدا. هحط بقى الكارل ان هو ياكل وكده الاول، لان مش كل الايام بنقدر ان احنا نتعشى او ناكل مع بعض بشكل عام، لان ممكن ابقى مشغولة مع اشلي وكده، فبحب ان انا اكل على رواق شوية. الصوص ده مشهور جدا وسهل جدا. الوصفة الأساسية بتكون اللي هو دي القمح، بس أنا بستخدم دي جوز الهند، لأنه بصراحة أنا يعني مؤمنة ان القمح فعلا مضر حاليا، لكن انتوا تقدروا تستخدموا اي دقيق موجود عندكم، وعشان انا كمان كيتو. منظم الفيتامينات ده بيساعدني جدا ان انا منساش اخد الفيتامينات بتاعتي. هتلاحظوا اللحمة نشفت شوية لان انا للأسف قلت اسويها شوية اكتر فنشفت مني.
دايما بحب اتفرج على حاجة وانا باكل. بصراحة مش كل يوم، لان في اوقات ببقى لازم اكل وانا مستعجلة. وبرضو في اوقات خلاص مثلا بسيب الاكل وبروح مثلا لاشلي بتصحى او كده. انا دايما بحب اختار الاوقات اللي باكل فيها ان تكون اشلي شوية يعني نايمة. عندي عادة أساسية إن أنا لازم بحب أنضف البيت قبل ما أنام، بحيث إن أنا أما أصحى تاني يوم يكون البيت مريح للعين أكتر. حتى ما أشلي بتصحى تاني بطلع لها بس ألعاب قليلة بحيث إن الدنيا ما تبهدلش أكتر. بحاول على قد ما أقدر كل يوم إن أنا واخد وقت لنفسي، حتى لو 10 دقايق أو ربع ساعة. المرة دي مثلا هشرب شاي، في ممكن اعمل حاجات تانية، مثلا اعمل ماسك، اعمل اي حاجة بحيث ان انا يعني اغير المود شوية. مش كل يوم ده بيحصل، لان في ايام بتكون صعبة كتير جدا ان انا اخد وقت لنفسي، لان بسبب انشغالي الشديد مع اشلي. مين زيي بيحب المسلسلات الكورية؟ اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو البسيط ده، وشكرا لاي حد اتفرج الفيديو الاخر.